اسمع الحكومة ممكن توقف لك الدعم ودير الغربال. بالنسبة للناس اللي استفدوا في الدعم وتقبلوا واستفدوا، المهم جا عليهم الدور دابا وغادي الحكومة دير دورها ويولي عليكم الغربال. اسمعوا هذا السيد هذا شنو غايقول من البداية إلى النهاية. يلا الخوت بارطاجيو ولايك الخوت، ما تخسروا عليه والو. جزاكم الله خيرا. لايك حتى الخوت الله يحفظكم، والبارطاج، وتابعوا الفيديو من البداية إلى النهاية. جبدات الغربال وغتخدم الغربال في الدعم. الناس اللي كيستافدوا دابا من الدعم ومقبولين غيتغربل بزاف منهم. هادشي اللي غنتكلموا عليه اليوم، المستجدات ديال التزيار اللي ولات تدير الحكومه والاداره المكلفه بالدعم بخصوص الطلبات اللي مقبوله اصلا، وغيبدا الكثير منهم يتوقف له الدعم، وكذلك كما قلت الناس اللي غيدفعوا دابا للدعم ويترفض عدد كبير منهم قبول في شهر 12 ولا شهر 1 ولا دابا في شهر 2 وكتشد الدعم. يا اما تفاجئتي انك شديتي مثلا الدفعه الاولى وما شديتيش الثانيه، شديتي الاولى والثانيه وهاد الثالثه ما صيفطوهاش ليك، ولا حتى انت دابا اللي مازال مقبول وشديتي الاولى والثانيه والثالثه وكتسنى تشد الرابعه في الاخر ديال شهر 3 وغادي تفاجئ انك ما غتشدهاش. علاش؟ الاسباب معروفه وكاينه في القانون. كاين كما قلت دابا ولا الزيار في تنفيذ القانون. اول حاجه الا زلقتي وكنتي داير منحه جزافيه والاسره ديالك فيها وليدات صغار قل من 21 سنه راه غترفض لك. واخا انت مثلا رب الاسره وبين دوك الوليدات ودرتي منحه جزافيه بلاصه منحه شهريه راه غادي ترفض لك، وديك الساعه خصك تدفع طلب اخر على منحه شهريه لان عندك وليدات صغار. والقانون تيقول ان الاسره اللي مسجله في السجل الموحد كاسره وحده وفيها وليدات قل من 21 سنه ما عندهاش الحق في منحه جزافيه. والاخطر من هادشي الا كنتي انت ماشي بين دوك الوليدات ولا امهم ولا اللي غيتخلص على الوليدات، كنا درناهم بالترتيب. الا كان الزوج قائم الزواج غيشدوا بالزوج باهم، الا كانوا مطلقين اللي عنده الحضانه في دوك الوالدين، الا كان باهم ميت الارمله امهم، الا كانوا ميتين والديهم بجوج اللي كيكفلهم وانت هابط بالترتيب. اذا الا كانت هذه الاسره انت كرب اسره ماشي بين دوك الوليدات ولا ماشي اللي غيستافد عليهم من هادو اللي ذكرنا ودفعتي منحه جزافيه ومنعتي تقبلتي، دابا غيرفضوا لك وما بقاش عندك الحق تدفع منحه شهريه لان ماشي انت اللي غتخلص على دوك الوليدات واخا انت رب الاسره اللي مسجلين فيها دوك الوليدات. الحاله الثانيه اللي كما قلت زلقات في الاول ولا كانوا مغمضين عينيها عليهم دابا عاد رجعوا لهم كيطرطيوهم، هي الجمع ما بين الاعانات بجوج. راه ما يمكنش تشد اعانه جزافيه وفلوس الدراري. الا كنتي كاع انت عندك وليدات قل من 21 سنه ودفعتي منحه شهريه انت باهم مسجل في ديك الاسره ولا امهم ولا غيره، وجا رب الاسره اللي هو باك ولا خوك الكبير ولا شي واحد اخر مسجل معاك ديك الاسره في السجل الموحد ودفع منحه جزافيه، حتى في هذه الحاله راه غترفض ديك الاعانه الجزافيه ولو تكون منعتي في الاول وشديتيها. دابا راه غتحبس ليك. الا كانت عندك هذه الحاله في الاسره ديالك عرف السبب علاش تحبسات ليه. خلاص صندوق التكافل العائلي الا كنتي كتستافد منه ودفعتي ومنعتي داز لك الطلب وبديتي تشد دفعه ولا جوج راه غيرجعوا يقولوا لك راه صندوق التكافل العائلي واخا اغلبيه ديال الناس مطلقات ولا غيرهم اللي كانوا كيشدوا من داك الصندوق ديال المحكمه راه من الديبار كيرفضوا لهم. لكن حتى الا منعتي ورفضوا لك دابا وكنتي كتخلص من صندوق التكافل العائلي عرف راه فرشوك وعرفوا ودابا غيحبسوا لك الدعم. حاله اخرى هي مثلا الاب دفع الدعم ما خدام ما ردان، دفع الدعم ما عنده لا ضمان اجتماعي لا يديك لا يخليك، ولكن رب الاسره اللي معاه عنده ضمان اجتماعي ولا مرته ولا العكس. الا كانت الزوجه اللي دفعات راجلها خدام وعنده التعويضات العائليه عنده لا سينيسيس، حتى في هذه الحاله واخا قليل فين كدوز لهم الا منعتي ورفضوا لك دابا راه غيتحبس لك الدعم. وهاد الامور اللي كنقول راه حتى بالنسبه اللي كيدفع دابا طلب جديد الا فيك هاد الاسباب هادو راه غيترفض لك الطلب ديالك. دابا راه ما كاينش راه غير الزيار. السبب الاخر هو يكون احد الزوجين الراجل والمراه اللي عنده وليدات ولا حتى رب الاسره موظف ولا عون ولا مستخدم ولا خدام عنده شي مندام ديكلاريها به مرسم في شي بلاصه سواء تابعه للدوله ولا غيرها، حتى هذا السبب راه يتسبب يترفض لك الدعم واخا تكون منعتي في الاول. السبب الاخر هو يكون تصرح بك في الضمان الاجتماعي، خدمتي شي خدمه ولا جربتي راسك في شي خدمه وديكلاراو بك في الضمان الاجتماعي ولو شهر في هذا اخر عام، خص يفوت عام على اخر مره ديكلارا بك. حتى في هذه الحاله الا كنتي منعتي وتقبل لك الطلب وما عاقوش بك ودابا رجعوا حبسوا لك، عرف انهم توصلوا لهذه المعلومه انه تصرح بك في الضمان الاجتماعي ولو مره في اخر 12 شهر. وكما قلت دائما بالنسبه اللي غيدفع دابا الا كان تصرح بك في الضمان الاجتماعي ولو مره اخر 12 شهر تسنى حتى تدوز عام على اخر مره تصرح بك عاد دفع الطلب لانه غيترفض لك. السبب الاخر هو عندك شي لانتريت، انت الزوج ولا الزوجه دائما في ديك الاسره ولا حتى رب الاسره كيشد شي معاش شي لانتريت، وماشي ضروري لانتريت في الدوله حتى في القطاع الخاص، وماشي ضروري غير لانتريت
حتى الا كنتي كتشد شي تعويض اخر، شي لاسيرونس كتخلص، كيدخل ليك واحد المعاش ولا واحد الوريد كل شهر منين ما كان. حتى في هذه الحاله الا كنتي كاع منعتي في الاول، دابا راه غيرفضوا لك الدعم. ولا كنتي غادا تدفع وعندك هذا المعاش بلا ما تصدع راسك. المنحه، الا عندك داك الطفل كيستافد من المنحه، وديك المنحه ولو طفل واحد ولو ولد واحد عندك كيستافد من المنحه وانت عندك جوج، والمجموع ديال ديك المنحه اللي كيستافد منها اكثر من الدعم اللي غيجيك الا تقبلوا لك كاع الوليدات كاملين في الدعم، فراه غيرفضوا لك. شنو تغير؟ علاش بزاف الناس ولا كيترفض لهم الطلب اللي كيدفعوا دابا، وعلاش بزاف الناس تقبل لهم الطلب ودابا ولاو كيلقاوه يا اما مرفوض يا اما راه مقبول نيت ولكن مرفوض حيت ما جاتهمش هاد الدفعه الاخرى؟ السبب كما قلت الرئيسي هو الغربال بدا يخدم، الزيار بدا يخدم. ركزوا مزيان في هذه الجمله. الحكومه بدات تتصفي الناس اللي تقبلوا في الدعم وبدات تتزير على الناس اللي غيدفعوا دابا. وهذا الشيء ماشي غير في منصه الدعم، حتى في السجل الموحد. لان السبب الرئيسي ديال رفض الدعم شنو هو؟ هو المؤشر. هذاك هو الباب، هذاك هو السارود ديال الدعم. الا ما عندكش قل من 974 راه من الديبار في المنصه كيرفضوا. الا ما مسجل في السجل الموحد وعندك المعرف الرقمي ديالكم مسجل في السجل الموحد مع شي اسره ولا انت بوحدك كاسره، راه اصلا ما يكونش عندك الحق تدفع كاع في منصه الدعم. اذا الزيار كيبدا والغربال كيبدا حتى في السجل الموحد، هما غيصفيوك في الباب ما يخليوكش تدخل عندهم. تشطيب، تسجيل ولا تقسيم الاسر، اسره مسجله في السجل الموحد فيها 7 الناس يخرجوا جوج من هنا وجوج من هنا وثلاثه من هنا، يولي 3 الاسر. فالدوله كتفكر تقول لك انا هادو كنعطيهم دابا 500 ولا 600 درهم، الا تشتتوا ليا ولاو 3 الاسر خصني نعطيهم 1500 ولا 1600. اذا الزيار مادام عندكم عنوان واحد وانتم اسره وحده وعندكم مصاريف وحده، اذا انتم اخويا كتعتبروا اسره. هذاك الشيء علاش دابا التشطيب ولا عن طريق الاداره عندك سكن ديالك بوحدك وعندك مصاريف ديالك بوحدك غيقبلوا لك. الا لقاو انك غا بغيتي تشتتوا ديك الاسره باش كل طرف فيكم يشد الدعم راه ما غيقبلوش ليه. التسجيل كذلك، لا كاع منعتي من التشطيب. حتى في التسجيل تمشي تسجل بوحدك، علاش جاي دابا تسجل بوحدك؟ نتوما ساكنين في دار وحده وعندكم مصاريف وحده، سير اخويا بقى معاهم ولا تسجل معاهم الا كنتي كاع ما مسجلش معاهم. هذا الجزء الثاني من التزيار. ذكرنا اللي في المنصه الغربال والتزيار اللي كاين، ذكرنا السجل الموحد الجزء ديال التسجيل والتشطيب الزيار اللي غيولي فيه. الجزء الثالث ولا الجزء الثاني في السجل الموحد ديال التزيار والغربال هو المؤشر. مؤشر برا ناضوا ليه كاع الناس اللي كانوا كاذبين في المعلومات ولا خازنين شي معلومات اللي يمكن تطلع عليهم المؤشر، راه بداو كينبشوا موراكم، سواء في المعلومات اللي كتعمر ولا في المعلومات اللي كيجيبوا عليك من بلايص اخرين. انت عندك شي مداخل ولا عندك شي مصاريف مثبوت عليك في شي بلاصه اخرى راه غيجبدوها لك. فطلعوا على المؤشر ديالكم. ماشي انت تسجلتي في السجل الموحد في شهر 12 2022 ولا في شهر 1 ولا 2 ولا 3 عام هادي ما طليتيش عليه وقلتي انا الاسره ديالي مازال هي والتعمار اللي عمرت راه مازال هو. اذا اخويا راه المؤشر ديالي مازال 29 ولا 49 ولا 59 رانا مقبول في الدعم. سير طلع المؤشر ديالك. راه يقدر يكون السبب الرئيسي علاش ما جاتكش الدفعه الاخرى وقد تقبلتي في الاول هو ان المؤشر طلع. مشاو راجعوا قلبوا وطلع. وكما تكلمنا مرارا وتكرار، اي بلاصه كتخسر فيها شي ريال تابعه للدوله ولا شركه خاصه، اي بلاصه كتخسر فيها شي ريال عندهم الحق يرميو سميتك تما ويقولوا لهم هذا اش كيخسر عندكم. اي مصاريف اي حاجه كتشريها ولا كتخلصها كمصاريف راه من حقهم يجيبوها من شركه خاصه ولا من اي حاجه تابعه للدوله. سير طلع المؤشر ديالك لا يكون لقاو عليك شي حاجه ما ديكلاريتيهاش. عندك شي طوموبيل، عندك شي ويفي، عندك شي انترنت، عندك شي ابونمون، عندك شي موطور، عندك شي محل، عندك شي حاجه وما ديكلاريتيهاش وجبدوها عليك. وعلاقه بالمؤشر بزاف ديال الامور اللي كانوا كيتساهلوا فيها في الاول دابا بداو يزيروا بها وبداو كذلك يخدموا فيها الغربال.